فيلم كود 36. ايه لازمتها بقى لقطة السلو موشن اللي هي عملتها ديت؟ طب ما كانوا جابوها من الاول وهي ماشية في النادي وخلاص. على فين يا انسه؟ انا هسلمه على طب بابا ما تسألي مثلا ماما مين، كنتوا قاعدين فين، تشككوا كل اللي حواليك مثلا لو حد شافك انك فعلا خطفاه. ولا ده اللي اخطفه، انا لقيته لوحده بيعيط. انت طبعا يا نورهان كان نيتك سليمة ومش غلطانة ومفيش اي حاجة من ناحيتك انت، بس حط نفسك مكان الراجل وهو شايف العيل الصغير واحدة سحباه وماشيين ناحية البوابة. يعني فهمي الموقف بالراحة، بلاش الحمقى اللي انت عملتها ديت على الفاضي. حضرتك ومامته كنتوا فين؟ وانت مالك؟ وايه حكاية حضرتك ومامته كنتوا فين؟ منطقيا الراجل دوت ما يليش ابدا ان هو يبقى ابو الواد، يعني مثلا جد، اذا افترضنا ان هو جد، بس ليه تطلعيه الام اكنها الداده؟ يعني شكلها مثلا هي كشكل ام وما ينفعش تبقى داده، بس موقفها حتى ما شفناش اكشن، يعني ما شفناش رد فعل من الام وابنها بيتخطف قدام عينيها، يعني من وجهة نظرهم. يعني ليه طالعه كده ومش عامله وصامته، والراجل اللي هو الكبير دوت هو اللي بيتكلم بس؟ كنتوا مثلا زودوا دور الام شويه، خليها تقول كلمتين، ابني، هي تتكلم من البدايه كده يعني. تعالي هنا، رايحه فين؟ ايه ده؟ هو فعلا في المشهد دوت كان الألم منطقي فعلا ورن يعني كويسة، بس كان المنطقي اكتر ان الواد الصغير يتكلم يدافع عنها. يعني هو مش صغير قوي يعني لدرجة ان هو مش عارف يتكلم، يعني ولا الام بتتكلم ولا الواد الصغير بيتكلم، هو الراجل بس جايبينه ما شاء الله يعني بصوته اللي بيسمع النادي كله هو اللي بيتكلم بس. وبعدين انت هتبقى معايا في المأمورية دي، فما فيش داعي بقى نبتديها كده من الاول. ها طبعا كلنا عارفين ان الضابط فتحي عارف كل تفاصيل المهمة من الاول، وان الحماية الاساسية للفيلا اللي جنبهم عشان فيها اللاجئ السياسي وكده، بس بيحموها بشكل غير مباشر والضابط شريف ما يعرفش. في الحالة ديت ليه اعتمدوا ان الضابط شريف هيختار الضابط فتحي بالتحديد؟ وهل في الموقف دوت الضابط فتحي كان عارف المهمة من الأول ومتوقع إن الضابط شريف هيختاره بالتحديد عشان صاحبه كده، ولا عرف المهمة بعد ما تم اختياره؟ لما كان ممكن الضابط شريف يختار واحد تاني ويبقى الضابط فتحي عرف التفاصيل وخلاص. إن هو والرجالة اللي معاه دخلوا الفيلا إزاي من غير علم صاحبة الفيلا انها تسمح لهم يخشوا ولا لا، وان هي تفهم الوضع ولا لا؟ انا هتخيل في الوضع ده حاجة من حاجتين مفيش غيرهم، يا اما هم طفشوا القفل بتاع البوابة ودخلوا من البوابة عادي بعد ما طفشوه كده وجابوا واد بتاع الطفاشة وكده، ولا بدأوا برضو يجيبوا حبل ويطلعوا من السور اللي فوق وينطوا ويخشوا برضو يحموا الفيلا. هو الهدف المرغوب تأمينه ده يبقى أنا؟ هو انت ليه حضرتك بتسألي باستغراب قوي كده، وانك متفاجئة اللي هو جاي يحميكي هو ورجالة وكده؟ ما هو بقى له 10 دقايق عمال يشرح لمين من الصبح. دي مجرد حيلة فنية انك عاوز تقدم لنا عاطف من غير اي تخطيط ولا اي حاجة. خبط يا عاطف على الباب وانا من جوه هعرف انك انت اللي بتخبط على الباب عشان اقدمك للجمهور بقى انك عاطف وكده، يعني مش اكتر. يا كابتن اسمي شريف. هو انت اللي فارق معاك ان هي قالت لك يا كابتن مش شريف؟ هي المفروض اصلا ولا تقول لك ده ولا ده، هي المفروض تقول لك يا حضرة الضابط. ماشي حاضر. دلوقتي يا حضرة الضابط انت جاي لك امر من سيادة اللواء انك انت تروح تأمن المكان. انت دخلت لقيت بالصدفة حرامي مقتحم المكان وهي لوحدها جوه في البيت. انت بكل بساطة كده تو ما تقول لك سيبه حرام ده غلبان وكده، حاضر مفيش مشكلة. انت يعني ما انت جاي اصلا ليه؟ بابا كان بيقول كده على الضباط، أنا ما قصدتش. طالما بابا كان بيقول على الضباط اللي كانوا شغالين معايا يا كابتن، انت كمان مفيش اي مشكلة انك تقول لاي ضابط يا كابتن، عادي مفيش مشكلة. طب لو ده نظام الحراسة، اما شكل الحوادث عامل ازاي؟ ده العربيتين نفسهم بيفادوا ان هم يخبطوا في بعض. ما ينفعش إنك تدخل انت هنا. دلوقتي داخل المكان اللي انت رايحه دوت مثلا الحمام وانت شايفه بعينك وداخل عليه، جاي تتفاجئ ليه انك انت رايح ناحية الحمام لما هي تقول لك وسع يا ابن انت. بعد اذنك وسع كده، يقوم موسع له عادي وخش عادي مفيش اي مشكلة، هيتلخم مع ده.
على اساس بقى ان ايه، ان في واحد وراه تاني هيغطي ظهره وهيحمل ضربة وكده. ثانيا الراجل اللي هو داخل يضرب ده، يعني هو اصلا ساعة ما ضربتك بالقلم انت ما قدرتش تعمل حاجة، وكانت لوحدها جاي ما شاء الله، وهي في وسط 5 6 رجالة جاي لك العزيمة او راح تضرب بالقلم. ثالثا بقى الضابط، مبدئيا كده انت اتعاملت بكل سلاسة مع الحرامي اللي انت دخلت لقيته بيهجم عليها، ودلوقتي انت جاي تتعامل بسلاسة مع الراجل اللي جاي يضربها بالقلم قدام عينيك. يعني ما انت هتتحمس امتى يعني؟ انا طلبت عاطف بالاسم في العمليه دي. طبعا يا عاطف انا عذرك وكل حاجة انك طلع بشخصية كوميديا وعشان تلطف الجو بقى وضغوطات الحياة وكده بس انت طالع بكذا شخصية يا عاطف، فانت صعبان على وربنا يعني. انت ازاي سواه للشخصيات المهمة وانت اصلا ما شاء الله ما بتعرفش تفك الخط، وازاي في نفس الوقت انت الطباخ، وازاي في نفس الوقت انت الدراع الظابط اليمين، انت بتعمل كل حاجة يا عاطف بأمارة. يعني انت راكن كل الرجال على الرف وانت الوحيد اللي ظاهر. وما تحاسبوش على غدا النهارده، انا اللي عازمك. انت ما شاء الله عليك يا عاطف، بتجيب حتى طلبات البيت، يعني كل حاجة انت بتعملها. بس هو ليه الظابط في اول يوم هو يعزمها؟ يعني بأمارة ايه يا عم الظابط في اول يوم انت اللي تعزمها على الوليمة دي كلها؟ طب طالما كده كده هتعزمها على الوليمة دي كلها، طب ما يا عم تدي ال 200 300 جنيه للراجل اللي جايب لها الطلبات لحد البيت ورجعته بيهم، وهو اللي هيشيل الليلة وخلاص. يعني ما طالما هتعمل كده اعمل كده. مالوها بتتعاطى حاجه ولا مسطول؟ مبدئيا كده يا حضرة الضابط، المفروض ما كنتش تحرج راجل من رجالتك قدامها، يعني ده انت بهدلته يا جدع. انا مش كابتن، مش كابتن، انا ظابط. المفروض يا حضرة الضابط كان من البداية اصلا، بدل ما تتحمق الحمقى ديت بعد ما قالت لك يا كابتن 200 مرة، المفروض كان من اول مرة تفهمها بالراحة ان انا مش كابتن. يعني انا حضرة الضابط، قولي لي يا حضرة الضابط، مش تستنى بقى بكل بساطة لحد ما تقول لك مرة واثنين وثلاثة وهي لحد ما تتعود خلاص انك تقول لك يا كابتن، تيجي بقى انت تزعلها تقول انا مش كابتن. أنا يعني انت ليه توصل لمرحلة انك تكتم غيظك عشان حاجة وتفجرها في وقت من الاوقات؟ هو كان من البداية عشان ضبط النفس، انت ما يعني ايه ما توصلش نفسك لانك تنفجر. بقى حد وثلاث وخميس ده رعايه الايتام من 6 ل 9. مبدئيا كده حضرة الضابط، ساعة ما نورهان كانت بتجري بره ورجعت وانت بتقول لها انت كنت فين وكده، قالت لك انا بجري، بتقول لها من امتى؟ بتقول لك من 7 الصبح. يعني انت حضرتك بتبص في الساعة، يعني قول مثلا تخميني كده مثلا جريت ساعة، مثلا بقت الساعة 8 وقالت لك انا عاوز اروح دار الايتام دلوقتي، وخلاص بقى وقررت وكده ان هي تغير روتين يومها اللي هو اصلا ما كانش بيتغير. قررتوا بقى تروحوا دار الايتام وكده، وعاطف بيسألك على فين، اللي هو اصلا واقف. يعني مبدئيا عاطف دوت، يعني هو واقف زي مش واقف، موجود زي مش موجود، بس هو طالع يعني بشخصية كوميديا ومبسوطين منها، يعني مش وحشة ولا حاجة. سألك احنا رايحين فين، والمفروض يعني يبقى عارف ليه دار الايتام. حضرتك بقى يعني سعادة الضابط بتقوله من 6 ل9، 6 ايه ل9؟ يعني هل مثلا 6 الصبح؟ طب ما لو 6 الصبح عدت 6، يعني 6 الصبح دي عدت، انتوا يعتبر بقيتوا 8 وانت بتتكلوا يعني كده. واحفظ بقى عاطف على اساس ان عاطف المفروض يحفظ عن طريق العربية، يعني بالبق كده. انا قلت لك هو هيحفظ بقى مش ورقة، والمفروض اصلا يبقى عارفها من البداية تحركاتها، ما هو السواق المفروض يبقى عارف. قلنا مش مشكلة عاطف بقى وعلى قد حاله وكده. 6 ايه يعني؟ 6 بالليل مثلا؟ طب طالما 6 بالليل وانت بتتكلوا عليها كده، طب ما هو اصلا المفروض الميعاد يبقى 6 بالليل، ده دلوقتي الصبح دوت حالة استثنائية. يعني من 6 ل9 دي يعني ولا منها نفع الصبح ولا منها نفع بالليل. ولو نفع بالليل المفروض عاطف يبقى عارف وما تتكلوش عليها قوي كده. ولو 6 الصبح، اما 6 الصبح عدت انتوا يعتبروا بقيتوا 8. كابتن بتكلمك. مبدئيا كده يا استاذ نورهان، الضابط ما كانش واخد باله منكم وانتوا بتتكلموا، يعني هو باصص في اتجاه وانتوا بتتكلموا كلام عادي، فتقوم الست هي اللي بصاله وبتتكلم على اساس كده اللي هو يفهم بقى من غير ما يشوفها. ثانيا انت اصلا ازاي بتنغزيه كده؟ مش من حقك اصلا. ثالثا انت بتقول انك بابا من مؤسسة دار وانت شغالة في الادارة، يعني انت بتفهمينا طيب ان اللي شغال في الادارة بتاع دار الايتام
ليه 3 ايام بس في الاسبوع واليوم 3 ساعات؟ يعني إيه الاهمال ده؟ يعني منين انت شغاله في الاداره ومنين بتروحي 3 ايام اكنك رايحه تزوري وجايه و3 ساعات في اليوم؟ يعني بتوصلوا لنا الرساله دي ليه؟ يعني ان مفيش اهتمام. ده فين الرحله دي؟ ايه الملاهي؟ ملاهي؟ ملاهي يعني انا افهم ايه من الاستاذه نورهان ان هي بتقول الرحله دلوقتي؟ يعني معناتها إيه؟ يعني اللي كان في الاول في الفيلا دوت وانك مصممه انك تروحي دار الايتام دلوقتي، ده كان عند ولا انت اصلا كان عندك خلفيه ولازم تروحي النهارده وما تقولولهمش؟ ولا الحكايه ايه؟ يعني انت فجاه كده من واحده ما بتغيرش روتينها خالص، وواحده المفروض تقول للحرس والضابط اللي معاها كل تحركاتها زي ما هو قال، واداك الورقه والقلم تقول كل شيء. اول حاجه خالص انت مثلا انتوا ما قعدتوش يوم ولا يومين مثلا، يعني اول حاجه ما تقولولوش حاجه كبيره زي ديت انكم لازم تروح الصبح دار الايتام، ولما تروح الصبح دار الايتام لازم العيال يروح الملاهي. يعني اما طالما انت مش هتقولوا له الحاجات الكبيره دي، انتوا بتقولوا له ايه؟ يعني ولا قلت له الحاجه الكبيره ديت، ولا قلت له انت بتاكلي وتشربي ايه، ولا قلت له ان انا طالبه ديليفري، ولا قلت له اي حاجه. طب معناتها ايه بقى الورقه والقلم اللي الظابط اداهم لك عشان تكتبي كل شيء؟ عاطف خرجت من عندك؟ لا يا باشا ما خرجتش. سؤال بسيط بس لكل اللي بيتفرج عليا، هي الملاهي فيها كام بوابة؟ هل مثلا هي بوابة واحدة؟ يعني أنا شايف الضابط شريف بيقول لعاطف عينك على البوابة نورهان ما تخرجش منها. يعني وعاطف طبعا مش كذا عاطف في بعض، هو عاطف واحد يعني واقف على بوابة. هل مثلا في بوابات تانية ولا الملاهي دي كلها يا دوب هي بوابة؟ أنا معرفش، أنا ما شفتهاش الصراحة، كان نفسي أشوفها وهزورها قريب يعني ما تقلقوش. بس ربنا يدينا ويديكوا طول العمر كده. حد يقول لي بس هي بوابة واحدة ولا كذا بوابة اللي راح شافها يعني؟ بس وركبت البتاعه دي من غير ما تقولي لي ليه؟ هقول لك ليه؟ مبدئيا كده استاذة نورهان، انت عايشه لي فيها الطفلة اللي عندها 15 سنة واقول لك ليه وانت مالك؟ لا انا هقول للبابي. اللي انت المفروض يعني واحدة كبيرة وعاقلة، وان لازم تستوعب الموقف ان اللي جايين دولت يعني جايين عشان يحموكي، واي خطوة المفروض تقولي لهم بتاع انا رايح اللعبة ديت. انت ما انتوا في وسط ملاهي، ما انت تقولي الكلام لنفسك، انتوا في وسط ملاهي يعني لو تهت عنهم مش هيلاقوك. بس انت برضو ممكن تكون عندك حق طبعا، ان انت متوقعة ان ما شاء الله في 5 6 رجالة عينهم عليكم من كل اتجاه، وطبعا اكيد لو انت مشيت اي مكان العين عليكم وهيعرفوا مكانك. انت بقى اتفاجئتي ان ال5 6 رجالة مش واخدين بالهم منك اصلا، وده اختبار ان الرجالة اصلا مش واخدين بالهم منك. انت طبعا مبسوطه اللي الظابط شريف بقى حمى عنك بقى وعمل حركتين كده وبتاع، بس هو ازاي اصلا يوصلك للمرحله دي؟ يعني انت برضه تعقليها. يعني انت في وسط حراسه يجي 5 6 رجاله وتم الاعتداء عليك جوه الحمام، ولولا الظابط شريف بس الوحيد اللي دونا عن الرجاله كله، طالما هو اللي مش واخد باله منك يبقى ما حدش هياخد باله منه. واقفين كده اهو ما شاء الله 5 6 رجاله ارتفاع 3 متر من فوق سطح الارض، ما بيعملوش اي حاجه. انت مكبره الموضوع كده ليه؟ الناس مش هتعرف تفاصيل الموضوع. كلمة بس الأستاذة نورهان، عشان هي فعلا مكبرة الموضوع على الفاضي. هي الناس هتستفاد إيه ولا هتخسر إيه من العنوان اللي هو مكتوب في الجورنال إنك مرشحة لمنصب مهم ولا لأ؟ ثانيا العنوان ده جاي لمصلحتك أمنيا فعلا. ليه؟ دلوقتي لما حد يجي يسألك الحراسة دي كلها عشان إيه؟ انت طبعا هتقول لهم الحقيقة وتقول لهم ان عمي كان قابض على ارهاب وكده هم عاوزين ينتقموا مني، ولا فعلا عشان انا مرشحة لمنصب مهم؟ ان كان بقى المنصب هيجي ولا لا، انت مجرد مرشحة يعني حاجة مش اكيد. تاني حاجة يعني ايه الموضوع لما يخلص؟ يعني انت الحماية ديت المفروض عشان تحميكي طول العمر، ولا هي حاجة مؤقتة؟ يعني الإرهاب مثلا اللي عمك قبض عليهم وعاوزين ينتقموا منك، هل مثلا بعد كده هينسكي، ولا هي حاجة مستهدفة بقية عمرك ولازم الحراسة دي تبقى حرساك بقية العمر؟ انت ايش دخل في دماغك ان هي حاجة مؤقتة وبعد ما ينتهي كل شيء الناس هتعرف الحقيقة؟ يعني منين الفكر ده جه في دماغك وليه مش متوقعة ان هي حراسة مدى الحياة؟ ولو الموضوع اتعرف على حقيقته للناس
كلمة لحضرة الضابط شريف اللي أنا شايفه قلقان أوي وخايف من إن الناس تعرف حقيقة وجودهم هنا وإن الموضوع يخرج عن السيطرة. طب حضرتك ليه ما عملتش حساب النقطة ديت قبل ما تروح تأمن نورهان؟ يعني مستني تروح تأمن الأول وتكشف النظر عليها وإن نورهان فجأة كده بقت ماشية في وسط حرس وعربيات وحاجات من ديت، وبعد كده تفكر تقول لهم أنا موجود هنا ليه؟ طب يعني مش لازم ترتب خطوة خطوة قبل ما تبدأ الحاجة من الأول؟ عشان ما نلفتش الانظار تم وضع مراكز حراسة مموهة. اولا كده يا ست اللي هو هي ايه فكرة انك تعمل حراسة مموهة على اللاجئ السياسي وانك ما تلفتش الانظار وكده، وانك عادي تحط حراسة في الفيلا اللي جنبه بين وضوح الشمس لأي حد بغرض انك تحمي السور اللي بين الفيلتين. طب ما كنت تعمل برضه حراسة على اللاجئ السياسي بين وضوح الشمس عشان ما حدش يفكر يجي يأذيه. هو انت كده عشان تمسك زي ما يكون بتعمل ايه، زي ما يكون بتعمل مصيدة للإرهاب على حساب اللاجئ السياسي. يعني انا يا جماعة قدامك اهوت مش عامل حراسة للاجئ السياسي عشان لما تيجوا تفكروا تضربوه نحاوكوا ونمسكوا ونقضي عليكم. هو انت ايه المهم عندك، انك حماية اللاجئ السياسي فعلا ولا تستخدمه بغرض انك تعمل مصيدة للإرهابيين عشان يفكروا يجوا يضربوه فتقوم انت بقى ماسكهم وضاربهم؟ يعني انت عاوز ده انك تحمي اللاجئ السياسي ولا عاوز تعمل مصيدة للإرهابيين؟ كشك ده مثلا الفكهاني. ولو فعلا يا سيادة اللواء انت حبيت تعمل الاتنين مع بعض، انك تحمي اللاجئ السياسي من اي خطر وانك تعمل مصيدة للإرهابيين عشان يجوا يلاقي الفيلا فاضية من غير حراس ولا كده يخش يقتحموا بقلب جامد، فتقوم انت محوطهم ماسكهم ومخلص عليهم، يبقى انت استفدت الاتنين. استفدت انك حميت اللاجئ السياسي واستفدت انك قبضت على الارهابيين او خلصت عليهم. ليه بقى الارهابيين ما اختاروش ان هم يروحوا كلهم مع بعض كده للفيلا بتاع اللاجئ السياسي ويقتحموها وكده ويخلصوا عليها طالما كده كده هم مش شايفين حراس، واختاروا الاصعب ان هم يروحوا الفيلا اللي جنبهم اللي مليانه حراس باينه ما شاء الله وضوح الشمس لاي حد ويخشوا يتشبكوا معاهم ويخلصوا على بعض وده يضرب وده يضرب. واصلا الحراس ديت موجوده اساسا عشان تحمي السور. يعني طب ما باقي الفيلا كله فاضي، يعني حوالين الثلاث تربع الفيلا فاضي، لا ان احنا نخش نقتحم مع الحراس اللي جوه عشان لما نخلص عليهم نعدي السور بقى ونروح نقتحم مع اللاجئ السياسي. طب من البدايه خلاص طب ما تلف اليمه التانيه وتخش تقتحم ومن خلال ذلك احنا نمسك الارهابيين. يعني انت تفكيرك يا ست اللواء غلط عشان انت عملت فكره ما خطرتش على بال الارهابيين. يعني انت الارهابيين بقى له ايه انت عامل لنا بقى فكره بقى وتمويه وكده انك عامل لنا الحراس مش موجودين واحنا مش هنشوفهم. طب ايه رايك بقى احنا نخش نشتبك بقى مع الفيلا التانية عندنا فيك، نخش بقى نعمل اكشن بقى. طب افرض بقى احنا رحنا الفيلا اللي هي الاولانيه بتاع اللاجئ السياسي ديت ما عملناش اكشن بقى، نتفاجئ بقى امسك انت وهو مش هنعمل اكشن، يبقى المخرج استفاد ايه؟ لا احنا نخلي الفيلا التانية فاضية عادي وتخشوا بقى انتوا كلكم نعمل اكشن بقى في الفيلا اللي هي فيها نورهان، وبعد كده بقى ايه نخلص عليكم وما نشوفش بقى فيلة اللاجئ السياسي حصل فيها ايه. احنا يا دوب شفنا بتاع بياع مش عارف ايه اللي بره دوت انضرب بالنار وزميله انضرب بالنار وخلاص. يعني الفيلا جدع اللي فيها اللاجئ السياسي عمل لنا 2 بس، ما احنا ما شفناش غيرهم. والفيلا اللي هي عشان تحمي السور عمل لنا 19 واحد بيحمي السور. طب ما تعقلوا بقى الكلمه يا جدعان. طب ما تملى الفيلا بتاع اللاجئ السياسي الناحيه التانية وتملى دوت ومنك بتحمي اللاجئ السياسي وخلاص. هو اللاجئ السياسي عندك اهم ولا انك تمسك الارهابيين؟ طب ما تحمي الاول اللاجئ السياسي وبعد كده تفكر تمسك الارهابيين. لا سياده اللاجئ انت عندنا نعمل خدمه مع بعض بقى، احنا هنقعدك هنا بالفيلا ومن خلالك نمسك الارهابيين. ما قلتليش ليه؟ يا شريف الاوامر كده. بص يا حضرة الضابط فتحي، ان كنت انت عارف موضوع اللاجئ السياسي ده او مش عارف، في الحالتين مش هيفرق مع نوران في حاجة. اسمع مني هي اصلا مش مصدقة صاحب الشأن، هتيجي تصدقك انت؟ هي في الاخر هي متضايقة ان هي ايه انضحك عليها. هتقعد بعد كده من غير حراس، مش هتبقى اضطرت بقى من الاول.
يعني اتبطرت ان هم مضايقينها في كل حاجه، خلاص يا سيدي هنشيل الحراس خالص، ابسطي بقى. اللي ما عملناش حسابه حصل اهو. الاستاذ شبانه بنفسه اقتنع ان نورهان ليها يد في اللي حصل لزمايله بقى، ومغلول جامد وعاوز بقى ينتقم وكده، برغم ان زمايله اصلا هم اللي كانوا مقتحمين عليه الفيلا يعني، والحراس كانوا بيدافعوا عن نفسهم، يعني الرك من غباء زمايله. بس نرجع بقى لورا كده يا سيادة اللواء، انت عملت قوات على في الفيلا بتاعت نورهان من غير علمها، وبعت القوات يعني من غير علمها حتى، وانك ما رتبتش ايه اللي هيحصل بعد كده. طب الناس هتقول ايه؟ طب بعد كده الارهابيين نفسهم هيشكوا في نورهان ولا لا؟ انت ما عملتش اي تخطيط لاي حاجه. المهم نبعت قوات لنورهان وخلاص عشان نحمي سياده الصور. هو ايه الفكره يا حضره الضابط انك تتخض قوي كده لما تلاقي البوابه مفتوحه وان القفل مش مقفول وكده، وان في خطر جوه وهجوم على نورهان وكده؟ طب ما يمكن نسيان، طب ما يمكن نسي البوابه، ويمكن نسي تقفل القفل، وان دخلتك دي من الاساس تتشك فيك انت. يعني لو واحد شافك داخل جري كده اهو، مش هيقول عليك مثلا حرامي، مش هيقول عليك داخل تتهجم عليها. طب افرض الحرامي مثلا طلع ذكي شويه وصعبها عليك، وانه عدى من فوق السور وانت جيت لقيت البوابه مقفوله، يبقى خلاص طالما البوابه مقفوله عمرك ما تتوقع ان الحرامي ينط من فوق السور. لا، الدنيا تمام عند نورهان، ما فيش اي حاجه. وليه كمان بعد ما عيشتوها في حراسها ليل ونهار وعودتوها على كده تسيبوها حتى من غير غافر يقعد لها على البوابة عشان خاطر عمها يا اخي اللي عمل خدمة كبيرة للبلد؟ ولا هما كلمتين وخلاص كنتوا بتقولها كده وخلاص، وعمها دوت ولا فارق معاك ولا اي حاجة؟ بأمارة اهو، يعني بنت اختها هيت استخسرت حتى تجيب لها غفير. على فكرة حضرة الضابط، ده مش وقت جدعنة ابدا انك لازم تضربه الاول عشان تقبض عليه. ده راجل ارهابي وانتوا بتدوروا عليه يعني، وجات لك الفرصة هيت قدام عينيك ومسدسه فضي. الاولى بقى انك تقبض عليه قدامي على البوكس، تتصل بالبوكس، الحاجات دي تثبته مكانه تربطه، مش انك بقى عشان تعمل فيها الواد اللي ما حصلش ترمي بقى مسدسه. طب افرض ضربك يا جدع، افرض ضربك وعلم عليك وهرب، يبقى انت استفدت ايه؟ ولا انت مطمن اول اللي انت هتضربه؟ وده مش وقت اطمئنان ولا مش اطمئنان، ده وقت انك لازم تقبض عليه. ما تقبض عليه يا عم خلاص. اديك ما عرفتش تضربه اهوت، وانه كان ممكن يعلم عليك ويهرب عادي، بس لولا الانسه نورهان فعلا اتعلمت الحركه اللي هي تك تك ديت وجابت اجله، معرفش ازاي واصلا ازاي اتأثر بسببها، بس يلا مش مهم عشان الفيلم بيخلص. وطلعت بقى اديته شلوط في وشه، ركنته على الحيطه، رحت لقيته قاعد لك كده اهوت مستني تطلع على ركبته يقوم اديله واحده على النافوخ، ويلا بقى مع الف سلامه. الفيلم خلص بقى وفرحوا بقى وزقططوا واتجوزوا. لو عجبتك الحلقة اللي انا عملتها اعمل لي لايك بقى، ما تستخسرش بقى يعني، خلينا نفرح بقى، واشترك لي في القناة واعمل فعل زر الجرس، ويلا بقى يعني في حلقة جديدة ان شاء الله.